شفت اللقطه دي؟ عبد الرزاق حمد الله بيرش المشجع بالميه والمشجع بيضربه بالعصايه. انا الصراحه مصدوم من اللي بيحصل ده. ايه اللي يخلي لاعب يعمل كده؟ طبعا ده ديربي ونهائي كاس السوبر السعودي، ماتش تقيل جدا والكل كان مستنيه بين الهلال والاتحاد، واللي انتهى بنتيجه 4-1 للهلال. سجل لنادي الهلال مالكم هدفين، وسالم الدوسري وناصر الدوسري، وسجل هدف الاتحاد الوحيد عبد الرزاق حمد الله. بعد المباراه توجه حمد الله الى المدرجات وفي ايده ازازه ميه زي ما حضرتك شايف كده ابو الكباتن، ورش الميه بالطريقه دي على المشجع في المدرجات. يقوم المشجع ضربه بالعصايه مرتين زي ما انت شايف كده. بس يا ترى ايه اللي يخلي حمد الله يعمل كده؟ الا اذا كان المشجع شتمه او قال له حاجه ضايقته. ما هو اكيد يعني اللاعب مش هيعمل كده من نفسه. واللي صدمنا اكتر هو رد فعل المشجع. المنظر ابو الكباتن الصراحه غير مقبول، خصوصا ان السعوديه عملت كل حاجه علشان المنظر العام يبقى بالجمال والحلاوه اللي انت بتشوفها هناك دي. انت عارف وانا عارف ان الكره السعوديه الكل مهتم بيها، وده طبعا بسبب كثره النجوم اللي انتقلوا مؤخرا، زائد تكرار المشاكل مع الجمهور السعودي وكريستيانو طول الوقت، واللي حصل مؤخرا بين البليهي وكريستيانو، ودلوقتي اللقطه اللي حضرتك شفتها دي. فهل ممكن تتاثر الكره السعوديه بالمواقف دي؟ وهل لو انت ابو الكباتن مكان المشجع ولاعب عمل معاك كده انت هتعمل ايه؟